السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي مقاتلين الصف الأول الإعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تبقوا زي القشطة. النهارده يا جماعة هنحل أسئلة الدرس الأول عندنا بعنوان عناصر المناخ، هنحل إن شاء الله الجغرافيا وهتلاقي برضه في حل أسئلة للتاريخ، ولكن قبل ما أحل أو قبل ما أتكلم أي كلمة بعد إذنك نزل الملزمة دي هتلاقيها فين بقى؟ موجودة تحت الفيديو ده مكتوبة كده عليها ملف واحد. بعد اذنك حملها ونزلها عندك يعني واطبعها، ويا ريت تطبعها الوان عشان انت بتذاكر وبتحل معايا كده الدنيا تكون معاك احسن حاجه. تمام؟ يبقى حضر ملزمتك، حضر كوبايه شاي حلوه كده، سمي الله، يلا بينا. الدرس الاول عندنا في الجغرافيا بعنوان عناصر المناخ. يلا يا باشا نبدا نحل الاسئله بتاعتنا اللي على الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول عندنا اختر الاجابه الصحيحه. اكثر العناصر تاثيرا في حاله المناخ، يعني ايه هو اكتر او اهم عنصر في المناخ؟ طبعا يا باشا الا وهو الحراره. جميل جدا. 2. تسقط أشعة الشمس عمودية طوال العام على نقط: سرطان، جدي، الاستواء، القطبية الشمالية. طبعا انت عارف ان هي دائرة الاستواء. طيب. 3. تعد الرياح نقط من الرياح المحلية التي تهب على السودان. عندنا رياح محلية 2: الخمسين والهبوب. الخمسين في مصر والهبوب في السودان، هتبقى على طول الهبوب. طيب. 4. اختلاف الحرارة على اليابس والماء المتجاوران أثناء الليل والنهار يؤدي إلى حدوث نقط. يابس وماء، طبعا أكيد أنت عرفت إن هي نسيم البر والبحر. طب تمام. 5. يصاحب سقوط الأمطار نقط رعد وبرق. رعد وبرق، يبقى الأمطار الإيه؟ بوم، الإعصارية. هي فين؟ أهي الإعصارية. طيب. 6. الدرس المستفاد من الإفراط في استخدام التكنولوجيا بشكل كثير جدا، يعني الدرس المستفاد ايه بقى؟ ان الارض مستقره لحياه الانسان، ولا التوازن البيئي مسؤوليه الانسان، ولا المناخ اهم عناصر النظام البيئي، ولا النظام البيئي يعتمد على تدخل الانسان؟ طبعا يا باشا الاجابه الصح والاصح هتبقى التوازن البيئي مسؤوليه الانسان، عشان هو الانسان اللي استخدم الطاقه والتكنولوجيا استخدام مفرط. طيب تمام. 7. من المناطق المتوسطه الامطار، يعني فيها امطار بس متوسطه. قلت لك هنا بقى الاجابه في السؤال، يعني هنا كلمه متوسطه عارف هتبقى ايه؟ تبقى الساحل الشمالي للبحر المتوسط. الايه؟ الساحل الشمالي للبحر المتوسط، من غير ما اقرا باقي الاختيارات. طيب. 8. الرياح التي تهب بانتظام طوال العام. طوال العام طبعا دي الرياح الدائمه. طيب فين الدائمه؟ هنا مفيش بقى الرياح الدائمه. امال ايه؟ في عندي الخمسين الهبوب العكسيه البر والبحر، هتبقى العكسيه. طب ليه يا مستر؟ ما هو فيش دائمه. فيش دائمه صح، ولكن احب اقول لك ان الدائمه دي عندها 3 بنات: تجاريه، عكسيه، قطبيه. فلو لقيت العكسيه دي يا باشا صح مليون في الميه اهو. تمام. طيب. 9. تهب الرياح نقط باتجاه الضغط المنخفض الاستوائي، يعني رايحه عند دائره الاستواء، هتبقى الرياح الايه؟ التجاريه اهو، الرياح الايه؟ التجاريه. طيب. رقم 10. تهب الرياح نقط من دائرتي عرض 30 شمال وجنوب الى الدائره القطبيه الشماليه والدائره القطبيه الجنوبيه. دي هتبقى الرياح يا باشا عندنا العكسيه اهو، الرياح الايه؟ عكسية. جميل جدا. طيب تعال نشوف بعد كده عندنا صح أم خطأ. العلاقة بين درجة الحرارة وارتفاع السطح علاقة طردية. طبعا يا جماعة خطأ، دي علاقة عكسية. هتبقى علاقة ايه؟ مفروض ان هي علاقة عكسية. طيب. 2. تستطيع التعرف على حالة المناخ يوميا من خلال النشرة الجوية. يوميا مناخ، طبعا الإجابة هتبقى خطأ، مفروض مش المناخ، مفروض اتكلم على الطقس. طبعا يا جماعه تبقى خطا الطقس. طيب. 3. يؤدي اختلاف المناخ الى تنوع اشكال الحياه على سطح الارض. طبعا يا جماعه اكيد الاجابه هتبقى صح. 4. يتمثل الفرق بين الطقس والمناخ في الفتره الزمنيه التي يغطيها كل منهم. ايوه طبعا الكلام صح، لان الطقس ده حاله الجو فتره زمنيه ايه؟ قليله او قصيره، اما المناخ
يعني حاله الجو فتره زمنيه ايه هتكون طويله. طيب تعالى نكمل كده يا باشا باقي الاسئله عندنا. 5 يتشابه الطقس والمناخ في العناصر المكونه لهما. ايوه صح. ليه بقى؟ لان عندي حراره ورياح وكمان عندي امطار. 6 تعد الحراره اهم عناصر المناخ. قلنا من شويه ايوه الكلام ده صح مليون في الميه. 7 تتشابه درجات الحراره على سطح الارض لان مصدرها واحد. تتشابه. اقول تاني درجه الحراره على سطح الارض لان المصدر بتاعها واحد. هتبقى يا جماعه ايوه صح. ازاي يا مستر؟ المصدر بتاعها واحد اللي هو يا باشا عندك الشمس الشموسه. تمام. طيب 8 ترتفع درجه الحراره عند دائره الاستواء لان الاشعه الشمسيه تكون مائله. طبعا يا جماعه هتكون غلط، دي هتكون عمودية مش مائلة. طيب 9 تغطي الثلوج قمم جبال أو جبل كينيا رغم وقوعها في المنطقة المدارية الحارة. طبعا يا جماعة أيوة. ليه؟ لأن أنا قلت لك عندنا يا باشا كده معادلة بتقول كلما ارتفعنا 150 متر عن مستوى سطح البحر إيه اللي بيحصل؟ تقل الحرارة درجة إيه؟ درجة واحدة مئوية. طيب عندي رقم 10 قد تختلف درجات الحراره بين مدينتين يقعان على دائره عرض واحده. يعني ممكن نلاقي درجات حراره في مدينتين واقعين على دائره عرض واحده. ايوه طبعا يا جماعه قد تختلف. الاجابه صح. هتختلف ليه؟ لان ممكن مثلا يكون في مدينه موجود في منطقه داخليه وفي نفس الدائره بس قاعد في منطقه مرتفعه فالجو عنده ايه حلو مش حر. رقم 11 تتميز المناطق القريبه من اشعه الشمس بالوصول المباشر الى الارض. ايوه يا جماعه المناطق اللي قريبه من الشمس بتكون الشمس مباشره على الارض. طيب 12 يساعد الغطاء النباتي اشعه الشمس للوصول مباشره للارض. طبعا دي بقى خطا. ليه؟ لان يا باشا عندك الغطاء النباتي اللي هو يعني الاشجار الشجر يعني بيمنع ان الشمس تسقط على سطح الارض مباشره. اهو بيكون في غطاء. طبعا خطا. 13 المناطق مرتفعه الحراره تكون ذات ضغط جوي منخفض والعكس صحيح. ايوه يا جماعه هي علاقه بينهم علاقه عكسيه. المناطق اللي بيكون عندها حراره مرتفعه الجو حر جدا بيكون عندها ضغط جوي ايه منخفض. مفيش ضغط مفيش هواء اصلا. والمناطق اللي عندها حراره منخفضه الجو بيكون ساقع جدا بيكون عندها ضغط جوي ايه مرتفع. طيب 14 تعد الرياح القطبيه من انواع الرياح الموسميه. طبعا يا جماعه الاجابه هتبقى خطا. التصويب ايه بقى؟ مش الرياح الموسميه امال الرياح الايه؟ الدائمه. الرياح الايه؟ الدائمه مش الموسميه. طيب 15 تعتبر رياح الخمسين من امثله الرياح الدائمه التي تهب على مصر. طبعا يا جماعه هتبقى خطا مش دائمه. دي بقى تبقى الرياح الايه بقى؟ المحليه. المحليه الخمسين والهبوب. اما الموسميه لا مش موسميه. سامع حد بيقول لي موسميه؟ لا مش موسميه دي محليه. صح. ليه؟ الموسميه اللي هو الرياح الموسميه الصيفيه والرياح الموسميه الشتويه. الصيفيه الموسميه الصيفيه رياح ممطره. اما الموسميه الشتويه تبقى رياح جافه. طيب 16 يسقط المطر التصاعدي على المنطقه القطبيه. مطر يا جماعه اللي هو التصاعدي على المنطقه القطبيه. طبعا يا جماعه الاجابه بتبقى خطا. طيب 17 تتميز الصحراء الكبرى بانها من مناطق غزيره الامطار. الصحراء الكبرى بتكون عندها امطار غزيره. طبعا يا جماعه لا تتميز بقله الامطار. تعالى نشوف بقى الخريطه اللي قدامنا دي. في كتير جدا من الطلاب تقول لك يا مستر انا مش بعرف احل الخريطه. تعالى يا باشا قدام عينك اهو نحل مع بعض الخريطه. خريطه للعالم وجايب لك كام مطلوب؟ جايب لك 10 حاجات مطلوبه منك. طيب رقم واحد الا وهو مسطح مائي. رقم واحد فين؟ اللي انا بتوه في الخريطه الحته دي ده المحيط الهادي. ده المحيط الايه يا باشا؟ اكتب كده المحيط الهادي. طيب 2 بيقول لك دائره عرض نقط. فين 2؟ ده يا باشا يبقى مدار الايه؟ مدار الجدي. ده مدار الجدي. جميل جدا. طيب رقم 3 رياح. فين 3 يا ربي؟ 3
3 اهي جايه من عند القطب الشمالي رايحه عند الدائره القطبيه الشماليه، هتبقى الرياح الايه؟ الرياح القطبيه، تبقى الرياح الايه؟ القطبيه. ماشي. طيب 4 رياح نقط، فين 4؟ 4 اهو، رياح يا باشا دي جايه من عند الجدي ورايحه عند دائره الايه؟ الاستواء، دي هتبقى الرياح الايه؟ التجاريه، اسمها الرياح الايه؟ التجاريه. جميل جدا. طيب رقم 5 بيقول لك الدائره نقط، فين 5؟ 5 دي دي دائره الاستواء، سهله جدا، دي دائره الاستواء. طيب رقم 6 منطقة ضغط نقط، يا ترى مرتفع ولا منخفض بقى؟ فين 6؟ 6 دي منطقة ضغط ايه؟ دي هتبقى منطقة ضغط مرتفع، ليه؟ لأن الرياح التجارية بتيجي من 30 شمال و30 جنوب بتوع عند دائرة الاستواء، يعني بتيجي عن الضغط المرتفع للضغط المنخفض، ف6 دي هتبقى منطقة ضغط، نكتب كده مرتفع. طيب 7 منطقة ضغط نقط، دي بقى منطقة ضغط منخفض، شفت بقى؟ لأن هي إيه؟ بتيجي عليها منطقة ضغط منخفض. ماشي. 8 منطقة غزيرة الأمطار، فين 8؟ هنا كده يا باشا، هنكتب الإيه؟ المنطقة الاستوائية، المنطقة الاستوائية أهو، منطقة غزيرة الأمطار اللي هو إيه؟ الاستوائية. طيب 9 منطقة متوسطة الأمطار، قبل ما تبص أنا كده عرفت هو إيه، هيبقى الساحل الشمالي للبحر المتوسط، هنكتب كده إيه؟ البحر المتوسط. تمام؟ طيب 10 منطقة نادرة الأمطار، فين 10 بقى يا باشا؟ فين 10 نادرة الأمطار؟ دي يا باشا اللي هي إيه؟ الصحراء الكبرى، منطقة الإيه؟ الصحراء الكبرى دي نادرة الأمطار، هتبقى الإيه؟ تبقى الصحراء الكبرى، منطقة الصحراء الكبرى اللي احنا خلي بالك حليناها من شوية فوق هنا كده، وقلنا الصحراء الكبرى غزيرة الأمطار، قلنا لأ، لأن هي بالفعل نادرة الايه؟ الأمطار. طيب تعالى نروح كده لسؤال جديد ويقول لك ما المقصود؟ هنحله شفوي علشان هنكتب كتير جدا فهناخد وقت كتير. ما المقصود بكل من المناخ؟ المناخ هو وصف حالة الجو في فترة زمنية طويلة، قد تكون شهر أو فصل أو سنة، من حيث الحرارة والرياح والأمطار. طيب أما الطقس وصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة، قد تكون يوم أو يومين أو أسبوع، من حيث الحرارة والرياح وبرضه الأمطار. طيب الرياح هي حركة الهواء، حركة أفقية من الضغط المرتفع للضغط المنخفض. طيب الرياح الدائمة هي رياح تهب بانتظام طوال العام من الضغط المرتفع للضغط المنخفض. الرياح المحلية هي رياح تحدث في أجزاء معينة من الأرض. هتدرس في إيه؟ تحدث في أجزاء معينة من الإيه؟ من الأرض. نسيم البر والبحر هي رياح تحدث نتيجة اختلاف درجة الحرارة بين اليابس والماء المتجاوران. نتيجة اختلاف إيه؟ الحرارة بين اليابس والماء اللي هم إيه؟ المتجاوران اللي هم جنب بعض. طيب السؤال الخامس بيقول لك بما تفسر. برضه هنحله شفوي علشان ما ناخدش وقت كتير. الحرارة هي أهم عناصر المناخ. أيوة، ليه؟ لأنها تؤثر على باقي عناصر المناخ. لأنها إيه؟ تؤثر على باقي عناصر المناخ. طيب 2 اختلاف درجة الحرارة من مكان إلى آخر على سطح الأرض بسبب إيه بقى؟ حاجات كتير جدا، زي مثلا أول حاجة اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر الأرض. 2 الغطاء النباتي. 3 طول النهار في الصيف وقصر النهار في الشتاء. وعندنا كمان يا باشا التضاريس. طيب 3 ارتفاع الحرارة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء، بسبب ايه؟ بسبب لأن الشمس تكون متعامدة على دائرة الاستواء، بسبب تعامد الشمس على دائرة الاستواء. طيب تقل او تنخفض درجه الحراره كلها ابتعدنا عن دائره الاستواء، برضه نفس الكلام، لان الشمس تكون يعني عموديه
على دائرة الاستواء ومائلة على باقي الأجزاء، كلما يعني اقتربنا أو ابتعدنا عن دائرة الاستواء شمالا أو إيه أو جنوبا. طيب رقم 5، يغطي الجليد قمم الجبال العالية في المناطق المدارية الحارة. يعني إزاي إن جبل زي جبل كينيا ده موجود في المنطقة المدارية الحارة وعلى قمته في جليد؟ قلت لك يا باشا، ودي هتاخدها في تانية إعدادي وبرضه في تالتة إعدادي. في عندي معادلة بتقول لك إيه؟ كلما ارتفعنا 150 متر عن مستوى سطح الإيه؟ البحر، إيه اللي بيحصل؟ تقل الحرارة درجة واحدة مئوية. طيب 6، اعتدال درجة الحرارة في الجهات القارية للمسطحات المائية. ليه عند المسطح المائي عند البحر يعني الجو بيكون يا باشا جميل؟ لأن الماء تعمل على تلطيف درجة الحرارة. لأن الماء تعمل على تلطيف درجة الحرارة. 7، تلطف الرياح التجارية درجة الحرارة في المناطق التي تهب عليها. ليه بقى؟ لأنها تأتي من أماكن أقل حرارة. طيب 8، الرياح الموسمية الصيفية رياح ممطرة لأنها تأتي من الماء لليابس. بتيجي من بقى، اكتبها لك بسرعة كده، تأتي من الماء إلى اليابس. اللي بعده عكسها. هي ليه بقى الرياح الموسمية الشتوية رياح جافة؟ لأنها بقى تأتي من اليابس إلى الماء، فبتكون رياح جافة أو شبه جافة. طيب رقم 10، حدوث نسيم البر والبحر بيحصل ليه؟ بسبب زي ما قلنا قبل كده اختلاف درجة الحرارة بين اليابس والماء المتجاوران. طيب سقوط الأمطار التصاعدية، ليه بقى؟ بسبب صعود الهواء الساخن فوق طبقات الجو فيبرد ويتكاثف وتسقط الأمطار بغزارة في المنطقة الاستوائية. سقوط الأمطار التضاريسية بسبب اصطدام الرياح المحملة ببخار الماء بالجبال فتصعد الهواء الساخن إلى أعلى فيبرد وتتكاثف على هيئة أمطار. سقوط الأمطار الإعصارية بسبب تقابل الهواء الساخن مع الهواء البارد فيصعد الهواء الساخن فوق البارد وتسقط الأمطار الإعصارية، بتكون مصحوبة بالبرق والرعد. طيب تعالى نشوف بعد كده الدنيا مخبيه لنا ايه. نتائج مترتبه على طول النهار في فصل الصيف. ده ادى لايه بقى؟ ادى الى تلقى الارض كميه كبيره جدا من الضوء والحراره وتكون اشد حراره. طيب وقوع مدينه الاسكندريه على سواحل البحر المتوسط في المناطق القريبه من المسطحات المائيه تكون درجة الحرارة درجة معتدلة أو يؤدي إلى اعتدال في درجة الحرارة. طيب اختلاف مناطق الضغط الجوي على سطح الأرض يؤدي لإيه بقى؟ تحرك الهواء حركة أفقية من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض، أفقية مش عكسية. طيب اتجاه الرياح العكسية نحو الدائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية. الرياح العكسية تتجه الدائرة القطبية والإيه والشمالية. بتعمل إيه بقى؟ تعمل على تدفئة الجو. تدفئة الجو. طيب عندنا رقم كام؟ رقم 5، اختلاف الحرارة على اليابس والماء المتجاوران أثناء الليل والنهار. اختلاف الحرارة على اليابس والماء أثناء الليل والنهار أدى لإيه؟ أدى إلى حدوث ظاهرة أو أدى إلى حدوث نسيم البر والبحر. نسيم البر والبحر. طيب هبوب الرياح الموسمية الصيفية على جنوب شرق آسيا أدى إلى إيه؟ سقوط الأمطار في فصل الصيف أو أصبحت مصحوبة بسقوط الأمطار في فصل الصيف. طيب اصطدام الرياح المحملة ببخار الماء بالجبال أدى إلى سقوط الأمطار التضاريسية. شفت كلمة جبال يبقى على طول تضاريس، يبقى التضاريسية. طيب 8، تقابل الهواء البارد مع الهواء الساخن. ده بيؤدي إلى إيه؟ هواء بارد مع هواء سخن يؤدي إلى حدوث الأمطار الإعصارية. طيب 9، إفراط الإنسان في استخدام التكنولوجيا الضارة أدى إلى إيه؟ أخل بالنظام البيئي وأدى إلى حدوث تصحر وحدوث الجفاف وحدوث العواصف والأعاصير وهكذا. 10، هبوب الرياح التجارية على شمال أفريقيا أدى لإيه؟ أدى إلى تلطيف درجة الحرارة. حليت معاك 6 أسئلة أهو، كتير كان يعني 6 أنواع من الأسئلة يعني كتير جدا. هسيب لك بقى يا باشا الأسئلة اللي بعد كده، دول بقى هيبقوا بالنسبة لك واجب يعني إيه؟ تحلهم يا باشا عندك في الكشكول بتاعك وتصور
الكشكول بتاعك ترفع الصور دي على جروب الفيسبوك اللي انت عارفه اللي هو بعنوان مقاتلين مستر احمد خليفه في الدراسات الاجتماعيه، وانا هرد عليك في نفس البوست بكومنتات او هعمل لك بوست منفصل نحل مع بعض ايه الواجب. وانا عملت كده ليه؟ علشان انا احل وانت برضو تحل، تعتمدش عليها اعتماد كلي، لا انا حل وانت برضو ايه تمشي ايدك كده وتحل معايا يا باشا. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في الفيديو اللي جاي، ربنا يوفقكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.